هتجوز مين، هطلق مين، اختيارك لنوع الزوجة، اروح الشغل الفلاني ده ولا الشغل ده، طب اتكلم مع ده ولا ما اتكلمش مع ده، اقتل ده ولا ما اقتلش ده، اكون صادق مع ده ولا ما اكونش صادق مع ده. اي حاجة ممكن تخطر على بالك في الحياة الدنيا لك حرية الاختيار. كتير مننا بيسرح في الحياة دي، هل انا مخير ام مسير، او هل دنيتنا دي قايمه على ان انا مفروض عليا كل حاجه، ولا كل حاجه راجعه لاختياري وطريقه تفكيري وتنفيذي للمسائل دي. ربنا سبحانه وتعالى لو فرض علينا كل حاجة في حياتنا انك تنفذها او تعملها بموجب انه مكتوب عليك ده، فربنا حاشاه ان يكون ظالم انه يفرض عليك حاجة ويرجع يحاسبك عليها. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لينا ان في مسائل ممكن نبقى مجبرين عليها مالكش فيها تدخل كإنسان او ككائن حي، ومسائل تانية انت لك حرية الاختيار وحرية القرار انك تنفذها بالطريقة اللي انت عايزها. من ضمن المسائل اللي ربنا جعل فيها ممكن نقولها ازاي، انك مش مخير فيها، لكن انت هتنفذها بالشكل الموجب عليك تنفيذه، وهي الخلقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليها. يعني شكلك، هيئتك، شكلك، خلقتك الجبلية. يعني انا ابيض لا اسمر لا اصفر، انا طويل لا قصير، في حاجة في شكلي من الناس اللي بيسموها عاهة، هي ما بتبقاش عاهة ولا ربنا بيخلق حاجة وحشة، ولكن ايا كان الشكل اللي انت بتخلق عليه فدي من المسائل اللي انت مجبور عليها. ليس لك تدخل في انك تعدلها او انك تقول انا دي عايزة كده ولا كده. عشان كده من المسائل اللي بيطرح فيها الجدل عمليات التجميل، واللي بيحصل فيها ان لازم قبل اي حد ما يسعى في عملية زي كده انه لازم يستفتي هل ده حلال ام حرام. يعني هل انا لما هروح اغير حاجة في شكلي، لان في مسائل او في عمليات التجميل افتي ان او تم الافتاء فيها ان يجوز ده، فكرة انك بترجع حاجة لخلقتك الطبيعية. يعني حد حصل له وليكن حادثة او حصل له اي حاجة فخلت فيه حاجة في شكله مش صح او مش مظبوطة، فهو بيسعى لعملية التجميل عشان يعيد لخلقات، او يعني يعيد بالعملية دي خلقته الاصلية او ما خلق عليه. لكن هل لما بروح ان انا اغير في شكل، بصغر مناخيني او بوسع عيني ولا بشد شفايفي ولا بنفخها ولا برفعها، هل المسائل دي حلال ولا حرام؟ يعني هل دي اشياء ربنا سبحانه وتعالى أجيز لنا إن إحنا نعدل ونغيرها؟ طيب من المسائل أو الحاجة التانية وهي مسألة الرزق. هل أنا يعني مسير أم مخير في إني أكون غني ولا فقير؟ لا، المسائل دي أنت مطالب في الدنيا بعملية السعي، ومطالب إنك تنفذ اللي ربنا قالك عليه، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انت مطالب انك تسعى وانك تشتغل وانك تأخذ بالاسباب، ولكن التوفيق لا يكون الا من عند الله. يعني انت دلوقتي انت بتعمل اللي عليك، وانك بتحاول تاخذ بالاسباب في عمليه سعي اي حاجه في حياتك، لكن هل انت موفق ولا لا، او عمليه التوفيق دي بايديك ولا لا؟ لا، ليس هناك تدخل فيها. ياما ناس كتير ممكن يبقى شايف نفسه ان هو احسن من غيره، يعني في العقل. يعني حتى كان في مقوله كده بتتقال يقول لك ان لما الارزاق اتوزعت كل واحد ما عجبوش رزقه، في نفس الوقت لما اتوزعت العقول كل واحد شاف عقله احسن عقل في الدنيا، او ان مفيش منه اتنين. فالموضوع انك رزقك كتير ولا قليل، غني ولا فقير، عندك اولاد ولا لا، عددهم قد ايه، قليلين ولا كتار، نوعهم شباب ولا يعني ذكور ولا اناث، كل الكلام ده انت ليس لك تدخل فيه. وان كان بيبقى فيه جزء بعد كده، يعني كل ان لك يعني جيناتك او حيواناتك المنوية لها التدخل في تحديد نوع المولود، ولكن في الأول وفي الآخر مين اللي وهبك ده؟ يعني من السبب وراء وهب الذكور والإناث؟ ويجعل من يشاء عقيم. فمن الأرزاق برضو أو الرزق اللي هو كل حاجة كرزق أنت ليس لك تدخل فيها، أنت دي من الأشياء اللي أنت مجبور عليها، وهتمشي بما كتبه الله عليك، مالكش تدخل. فاحنا قلنا الهيئة الجبلية. الحاجة التانية مسألة الرزق. الحاجة التالتة وهي العمر. طيب أنا هعيش عمر قد إيه؟ مالكش تدخل في ده. يعني
هل انا هموت وانا شاب صغير؟ ما نعرفش. هل انا هموت وانا راجل عديت ال60؟ ما تعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر امتي ما بين ال60 وال70 والقليل من يتجاوز ذلك. يعني معنى كده ان امة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمرها اللي هو العمر ال60 وال70 سنة. طب هل لما النبي قال عمر امتي ما بين ال60 وال70، ان هل كل من في أمة محمد لازم هيوصل ل60 وال70؟ لا، لأن كان في الأمم السابقة كان في منهم اللي بيتجاوز ال100 وال200. وعندنا سيدنا نوح زمن دعوته بس 1000 سنة إلا 50. فلا، أنت مطالب زي ما قلنا، أو أنت عمرك في الدنيا هو شيء كتبه الله عليك، مالكش تدخل فيه، طويل قصير، هموت صغير هموت كبير. دي حاجة من الأشياء اللي فرضت عليك. حتى طريقة الموت نفسها دي داخلة في ضمن القضاء والقدر، اللي هو فكرة إن يقولك لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. طب أنت كده كده ميت، وكده كده تحدد لك ساعة هتتوفى فيها. فكرة إنك تموت مقتول ولا تموت موتة طبيعية دي راجعة للقضاء والقدر، واللي إحنا مطالبين بالإيمان بيه. يعني جاء سيدنا جبريل في يوم دخل على سيدنا النبي المسجد، وقيل انه في مواصلاته كان شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر. قعد بين او امام سيدنا النبي في المسجد وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. يعني الصحابه بتخبر او اتكلمت وهي بتروي الحديث ده، بتقول لك ان لما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل مش باين ان هو من اهل المدينه، واحنا حد ما نعرفوش ما شفناهوش قبل كده، ولكن لما قعد قال: يا محمد اخبرنا عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. فقالت الصحابه يعني استغربنا، انت المفروض اللي بيسال على حاجه فهو بيسال عشان هو ما يعرفش، فلما اجي اسالك على حاجه وانت ترد عليا ما ينفعش اجزم ان انت على صواب او خطأ الا لو انا كنت عارف. طب منين عارف ومنين بسأل؟ يعني منين انا عارف الحاجة اللي بسألك فيها، ومنين انا يعني بصدقك او بقول ان انت صح؟ طب قال له يعني صدقت. قال: تعجبنا يسأله ويصدقه، او يعني يؤكد على كلام. ففي الحاجة التانية قال: اخبرني عن الايمان. قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. اي انك لازم انك تؤمن ان هناك قضاء وقدر، خيره وشره. ده حاجة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها عليك بحكمة وليس بظلم. يعني ما ينفعش يجي واحد يقول اصل ربنا قدر عليا ان اعمل المعصية الفلانية. لا، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ان وليكن كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال لك: لو واحد جه كان عنده امتحانات وذاكر، يعني كان راجل مجتهد وذاكر طول السنة، وجه قبل الامتحان مثلا بيوم تعب او اصيب بمرض او حصل له اي حاجة تمنعه ان هو يقدر يدخل الامتحان ده وينجح. هل في الموقف ده او في حالة زي دي هل انت كان لك تدخل في ده؟ لا، انت اخذت بالاسباب وسعيت انك تذاكر وانك تحصن نفسك بالعلم وانك تبقى جاهز انك تدخل الحاجه دي. لكن هل لما اصبت بالحاجه اللي اثرت عليك على النتيجه، ما انت لما هتتعب او يحصل لك موقف او ظرف هيخليك ما تروحش الامتحان او ما تقومش بالاجابه بالشكل المظبوط حتى لو حضرته، فهنا انت مش هتجيب النتيجه اللي انت كنت مستنيها. طب هل انت هنا كنت فيك او ليك تدخل في الموضوع؟ لا. يبقى دي من الاشياء اللي ربنا قدرها عليه. قدر الله سبحانه وتعالى في الجزئيه دي اكيد له حكمه. وكتير من الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك يقول لك انا لقيت نفسي، وليكن لو هنضرب في سبيل الشغل او الحياه او الكلام ده، يقول لك انا كنت طول حياتي نفسي اكون في الحاجه الفلانيه ولقيت طريقي بيتغير لحاجه تانية خالص ممكن ما تكونش كانت جت على باله اصلا، ونجح فيها وبقى من اشهر الناس ومن اغنى الناس لو هناخد يعني على سبيل المال والكلام ده. فانت هنا ما كانش ليك يعني انت خدت بالاسباب في جزئيه انت كنت عايزها، قدر ليك انك تروح حته ثانيه. هنا ده القضاء والقدر، سواء بالخير او بالشر لازم انك تؤمن بيه وليس لك تدخل فيه. فهنا يبقى هيئتك الجبليه، شكلك ايه، خلقتك ايه، هيئتك ايه، انت مالكش تدخل في المساله دي، ومش بايدك انك تغير فيها حاجه. حتى بعد دلوقتي دخول عمليات التجميل زي ما قلنا، انت لك ان تستفتي هل اللي هقوم بيه ده حلال ولا حرام ويجوز ولا لا ان اغير في حاجه في شكل جسمي.
ربنا خلقنا عليها. الحاجة التانية قلنا عملية الرزق، والرزق دي قلنا حاجات كتير، اذا كان مال، اولاد، اي حاجة انت بترزق بيها من الله فهي نعمة، ودي ليس لك تدخل فيها. انت ربنا يعني الرزق اللي بيرزقه لك كتير قليل، نوعيته ايه، انت مالكش تدخل، انت ماشي باللي ربنا بينعم عليك بيه. الحاجة الثالثة وقلنا عليها العمر، فهو طويل او قصير، او شاب صغير، طفل في بطن امه عنده سنة، عنده 100، مالكش، يعني انت مالكش تدخل في الموضوع ده تماما. فالحاجة الرابعة، ودي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الاربع حاجات اللي هو ربنا قدرهم عليك بانك مالكش فيهم تغيير، هو لما بيكون انت في الشهر الرابع من عمرك وانت في بطن امك، يعني بداية من الشهر الرابع امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نسمي ابنائنا. يعني لو واحدة ابنها توفى في بطنها او حصل عملية اجهاض بعد الشهر الرابع، فانت عملية الاجهاض دي سمي ابنك، لانه يبعث يوم القيامة وبيكون لك محسوب ان كان في مولود باسم كذا انت هتسميه. فعملية انك ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الشهر الرابع انت بيرسل جبريل او بيرسل ملك بيحط لك الاربع حاجات دول، اللي هو عمرك، العمر، والرزق، يعني عمرك هيكون قد ايه، رزقك هيكون قد ايه، شقي ام سعير. وقلنا عمليات الشقي او سعير دي لما ربنا بيقدرها عليك فقدرها بعلمه الازلي. ربنا سبحانه وتعالى له العلم وله القدرة على انه سبحانه وتعالى يعرف احمد ده من وهو لسه ما اتولدش، هيتولد، هيعيش قد ايه، عمله هيكون عامل ازاي، اللي بنتيجة المطاف او بنتيجة الامر في النهاية هو شقي، العمل ده هيدخله الجنة ام هيدخله النار. طب هل هنا لما ربنا كتب عليك، او دي حاجة قلنا عليها بتكتب عليك وانت لسه في بطن امك انك شقي ام سعيد، هل دي انك يعني انا مش مظلوم هنا، ده انا قبل لسه ما اتولد، ده انا ما عملتش لسه حاجه، ده لازم اخرج من بطن امي وكتب عليا ان اكون رجل شقي؟ لا، لان زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى له القدره بمعرفه ما سيكون قبل ما يكون. فربنا لما يعني بيقدر عليك في المساله دي انك هتكون من اهل النار، وليكن ان انت كنت من اهل النار، فهنا ما ظلمكش، لانه هنا بعلمه المستقبلي قدر يعرف انت هتكون فين بعملك في الدنيا. وليكن زي مثلا الراجل المدرس لما بيبقى عنده طالب في الفصل، او عنده طلاب، عنده فصل وليكن فيه 20 طالب، بحنكة المدرس اللي هو بيدرس او بيشوف ايا كان الماده اللي بيديها للطلاب دول كل يوم، فهو عارف ان من ال 20 طالب دول في طالب او اتنين او ايا كان عدد الطلاب اللي هم مش قد كده، بيبان عليهم ما فيش واجب بيتعمل، ما اسئله ما فيش، مش عارف ايه. فهو الطالب ده لما بيجي المدرس ده ممكن تقول له انت برؤيتك، ولله المثل الاعلى، برؤيتك كده من ال 20 طالب دول ممكن كام واحد ينجح؟ هيقول لك ان فلان وفلان 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 ممكن دول يكونوا من الناس اللي هتنجح اخر السنه في الماده بتاعتي، وفلان وفلان دول مش هينجحوا. طيب هنا وهو مدرس وهو بيدي الماده وقال لك ان ده هينجح وده هيفشل، من حكم رؤيته ومن حكم الوقت اللي بيقضيه مع الطلبه دول، فعارف مين الكويس ومين الوحش في الماده وشاطر ولا لا. طب هل هو يقدر برؤيته فقط انه ينجحك ويسقطك، ولا بيعمل حاجه اسمها امتحان في الاخر؟ لا، بيعمل لك امتحان في الاخر. طب هو بيعمل الامتحان ليه؟ ما هو انت قدام منك خلال فتره الدراسه عارف مين شاطر ومين الشاطر، حتى لا يكون عليه حجة بعد ذلك، يعني ما يكونش عليه، ما يجيش بعد كده الطالب اللي كان بايظ ده اللي ما كانش بيذاكر ولا كان شاطر ويجي تقول له ده انا سقطتك، يقول لك انت سقطتني، يقول لك اصل انت كنت باين ما بتذاكرش، يقول لك طب انت ايش عرفك، ما انا يمكن كنت في الامتحان اذاكر. فهنا بيعمل ايه؟ بيقيم عليك الحجة بانه يعمل ايه. هو يبقى هنا مسألتين، هو في الاول قال ان انت مش هتنجح، وليه بفترة الوقت اللي كان بيقضيه معاك كمدرس لطالب فقدر يعرف بخبرته وبرؤيته ان انت مش هتنفع في نهاية الامتحان، وفي نفس الوقت اقام عليك الامتحان. ولله المثل الاعلى. نقلبها بقى على الموضوع، فربنا لما بيقدر عليك العمل فقدره بعلمه الازلي انه عارف انك هتعمل ايه في حياة الدنيا. وشقي ام سعير برضه بعلم الازلي عرف ان افعالك واعمالك دي هتقدر ليك في الاخر او هتنتج عنها في الاخر ان انت هتكون من اهل النار او من اهل الجنة. طب هل ده بفرض من الله عليك؟ لا، ده كل ده بسعي منك وبافعالك، فقدر الله عليه ذلك. فما سئل النبي يا رسول الله لما كل واحد فينا مكتوب له ان هو داخل جنة
او نار. طب يبقى ليه العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني انت مش مطلوب منك انك تعمل او تعمل في الدنيا العمل اللي انت مأمور بيه، سواء بانك تأتي بما وجب الله عليك وتنتهي بما نهيت، وتعيش العمر اللي انت هتعيشه في الدنيا، وبعد كده حتة بقى يعني نهايتي فين؟ ما هو انت هتشوف نهايتك بأفعالك. يعني في الاول وفي الاخر ربنا مش هيكتب عليك حاجة ويجبرك عليها وبعد كده يرجع يحاسبك، وقلنا حاشاه ان يكون ظالما سبحانه وتعالى. تمام. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي ما دون الاربع دول انت مسؤول او لك حرية الاختيار؟ اي حاجة في الدنيا او في فترة حياتك لك حرية الاختيار فيها بانك تعمل دي ولا تعمل دي، فالامر راجع ليك انت مش لحد تاني. يعني انت اللي هتاخد او انت اللي هتعمل العمل ده، وانت اللي حتى مردوده عليك، يعني مردوده هيكون عليك انت مش على حد تاني. هتجوز مين، هطلق مين، اختيارك لنوع الزوجة، اروح الشغل الفلاني ده ولا الشغل ده، طب اتكلم مع ده ولا ما اتكلمش مع ده، اقتل ده ولا ما اقتلش ده، اكون صادق مع ده ولا ما اكونش صادق مع ده. اي حاجة ممكن تخطر على بالك في الحياة الدنيا لك حرية الاختيار انك تعملها، فانت محاسب عليها. لذلك انت يعني ممكن نقولها زي انت بتسعى وبتأخذ بالاسباب والتوفيق من عند الله، وما دون ذلك في مسألة التوفيق من عدمه في السعي في الدنيا فكله راجع على حضرتك، وربنا مش هيجبرك على حاجة ولا هيكتب عليك حاجة وحشة. عشان كده بيقال انت دلوقتي لما تروح مثلا وليكن على سبيل الزواج، هل الزواج واختيار الزوجة هل ده من الاشياء اللي انت مجبر عليها ولا مخير فيها؟ الامر لا، انت مخير بنوعية الزوجة، يعني تكون خلقها عامل ازاي. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يبقى جعل ان الاختيار لينا احنا في ان لما يجي لنا حد لبنتنا ما دام على خلق ودين جوزوه. تمام. وقال لك ان المرأة تنكح لاربع: للمال وللجمال وللحسب والنسب وللدين. فيبقى انت مطالب. وحتى لما سئل وايهما افضل يا رسول الله من الاربع حاجات دول، طبعا انت لو خدت واحده ومعاها التانيه فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب معاها دين ومال، يا سلام، معاها دين وجميله مطلوب، معاها دين وحسب ونسب، من ذات حسب ومال وجمال، معاها الاربعه مفيش مشكله. يبقى اصبح ان انت بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لك ان تنكح لاربع، اي ان الست بتتجوز للاربع حاجات دول. يبقى انت لما تيجي تروح لواحده انت مطالب انك تاخذ بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم او بالافضليه بانها تكون ذات دين. طب انت رحت خدتها ذات جمال بس، واحده جميله شكلها حلو، حسيت ان هي يعني مالت دماغك زي الفل، مفيش دين، يبقى هتجر معاك بعد كده حاجات تانية. هل هنا ساعتها تقول اصل ربنا اللي قدر عليا ان انا اتجوز دي؟ لا لا. ليه؟ لان انت اللي سعيد في انك تاخد دي. نتيجه اختيارك بعد كده انك تنجح ولا لا، طريقه عشرتك ليها تبقى كويسه ولا وحشه، ادى الامر للطلاق، ادى الامر بعد كده انك تقتلها وتخلص منها وهي تموتك. فالموضوع كله راجع ليك. يعني انت اللي اخترت وانت اللي سعيت وانت اللي جبتها. فالزواج من الامور اللي لا لك حريه الاختيار فيها، وان مفيش حد بيجبر على يقول لك دي اصل دي ربنا كتبها عليا انها تكون نصيبي. لا يا حبيبي، انت اللي رحت وانت اللي اخترت. حته القدر انك تقابل فلانه في حياتك مفيش مشكله، قدرت انك قابلت فلان، لكن هل انت اجبرت بقى على انك تختار هي دي انها تكون في حياتك؟ لا. فانت مخير في كل حاجة في حياتك ما دون الاربع اشياء دول اللي احنا قلناهم في الفيديو. وانت مش مطالب انك يعني تأتمر بأوامر الله ورسوله وتنتهي عما نهاك الله ورسوله، وتسيب النتائج بعد كده على ربنا سبحانه وتعالى. وربنا وما يظلم ربك أحدا، ربنا ما بيظلمش حد، ربنا كريم وربنا رحيم. بالعكس ده ممكن بيدينا اكتر من اللي احنا نستحقه. وربنا سبحانه وتعالى يعني جعلنا من عباده الذي يتجاوز عن سيئاتهم ويردنا للدين مردا جميلا، ويفقهنا في ديننا ويخلينا عارفين ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض ما يتعملش. عشان هي الدنيا دي ما هي الا فترة اختبار وفترة ابتلاء، والمعاصي والذنوب والحياة اللي احنا عايشينها بقت يعني سهل ان انت تعصي الله سبحانه وتعالى، وسهل ان انت تروح في اي مشوار يوديك في داهية. فنسأل الله التثبيت والتوفيق، وان ربنا يعيننا، وان احنا نفهم ديننا، وان احنا نحاول نعمل الحاجة كويس بس. وشكرا لكم.